صباح الفل عليكم. في ناس بتسألني كتير، انت حسيت بيه اول ما نزلت البلد دي؟ بص، احنا كلنا متعودين في مصر اللي احنا يعني صحابك جنبك، اهلك معاك، لو احتجت اي حاجة في اي وقت انت عارف انت رايح فين وجاي منين. فانت اول ما بتنزل هنا، بص هنا ما حدش بيعدي طول ما خلاص انت بتعدي. المهم يعني انت اول ما بتنزل هنا وخاصة دبي، يعني بالتحديد دبي، تحس بشوك كده، بصدمة، حاجة زي بانيك كده. آه، مش عارف انت رايح فين جاي منين، خاصة لما متعرفش حد خالص. انا كنت نازل البلد دي معرفش حد خالص، فانت يا دوبك بتقعد يوم التاني هوب انت عايز ترجع. فدي بتحصل، ده طبيعي، يعني ده طبيعي، دي مرحلة تحصل لك في الاول. بس انت خلاص طول ما انت جيت هنا، انا مش كلامي مش للناس اللي في مصر. انا دايما بقول انا ما باخدش قرار لحد، انت عايز تيجي تعالى، مش عايز تيجي ده قرارك. فانا كلامي للناس اللي هنا، خلاص انت جيت فاخدت القرار، فانت هنا خلاص، يعني انت موجود في البلد، ده طبيعي بيحصل لك. ما تفكرش في الرجوع طول ما انت خلاص جيت، ما تفكرش في الرجوع دلوقتي. دور واسعى وحاول وربنا هيكرمك. بس اللي عايز اقوله لك ان ده طبيعي، يعني آه اللي انت تبقى خايف كده ومش عارف انت رايح فين وجاي منين، وحاسس ان البلد كبيرة عليك. واحدة واحدة هتعرف الدنيا، واحدة واحدة هتتعامل مع الناس، واحدة واحدة هتكون صحاب. فده شيء طبيعي ان انت يجيلك بانيك كده اول ما تنزل، وخاصة لما تكونش انت سافرت قبل كده. بس فما تخافش واعزمها وتوكل. صباحكم زي الفل، صباحكم كله رزق.